نبات اسمه البونزاي، مش البونزاي اسم النبات اللي هو بونزاي اللي هو زي ده، اللي هو ده. الاشكال دي اللي حضرتك شايفها دي طريقه صناعه النبته. احنا دخلنا في دمج ما بين الزراعه والصناعه. يعني دي كانت عقله، دي يا فندم بتبقى كبرت طريقه بتنتهك في شرق اسيا وفي اليابان والصين وما شابه. بيجيبوا النبته الصغيره ويدربوها ويعلموها ازاي يعملوا الساق بتاعها كده. فتاخد معاهم فتره زمنيه عشان يعود الساق والعصاره اللي جوه ان هي تبقى بالشكل ده، ان هي تعمل الاشكال دي. سبحان الله. عشان تبان ان هي اولد فاشون. هي في الحقيقه برضو دي عمرها قد ايه؟ يعني عمرها حقيقي بيتراوح من 30 ل 50 سنه، ولكن اللي قدامنا دي من 30 ل 50 سنه عشان صناعه. انما لو هي طبيعيه ما بتحطوش التاريخ بتاع ميلادها. لا، ما هي بتختلف من نبته للتانيه. انما هي تبان اكتر من كده، تبان 200 و 300 سنه. تبان 200 هي دي بقى طريقه الصناعه. انه يطوع الساق نفسها والنبته نفسها ان هي تجيب الشكل ده. انما النبته نفسها كنبته ده نبات من انواع الفيكاس. الفيكاس العادي اللي هو بيتزرع على السور بس طبعا الفيكاس فيه بقى فيكاس ديكورا وفيكاس نيتي. لا ما شاء الله، يعني يا صبر ايوب بالظبط ان الواحد يوصل. ودي بتشتغل اندور واوت دور. بس طبعا تتحط بره، تتحط جوه هي تتحط بره اساسا. لو جوه بتبقى في حاجه مغربله، الاضاءه بتاعتها قويه. لان اي نبات مغربله دي اللي هي الشمس بالظبط حضرتك تمام زي اللي احنا فيها كده او اقوى كمان. القصه كلها ان مفيش حاجه اسمها اندور واوت دور. في احتياجات ضوئيه كبيره واحتياجات ضوئيه اقل. ربنا لما خلق الكون ما كانش فيه سوء، انما كان فيه نباتات كبيره وعاليه ونباتات تحت مش واصل لها نفس الاضاءه، فاقلمت نفسها ان هي بالاضاءه القليله دي تقدر تعيش وتكمل وتعمل التمثيل الغذائي. صح. او البناء الضوئي. اول مره اعرف التعبير ده فعلا. فندم دي سبحان حقيقة. الله، ربنا خلق الكون، كل النباتات دي كانت موجوده. بالظبط. بعضها طالوا الشمس وبعضها كان مش طايلوا الشمس، ففضلت الاحتياجات الضوئيه دي. زي بعد كده هنخش حاجه اسمها المقنن المائي، احتياجات مائيه. انا النبات عندي اهم حاجه ما ادلوش ميه كتير. الميه الكتيره لو زادت عن الحد موت الجذور وخنقته، والنبات ما يديكش اي مؤشر. لا يا فندم، هقول لحضرتك العكس. هنا بقى هنا الاختلاف في ايه؟ الميه الكتيره النبات ما يديكش مؤشر انه تعبان او في حاجه. انا عايز ادخل هنا كمان ونكمل كلامنا. اتفضل. الالوان دي عجبتني قوي. دي صبارات مطعومه. صبارات مطعومه على بعض. واخد بال حضرتك؟ سبحان الله. فالنبات في الميه الكتيره ما يديكش مؤشر انه تعبان، مره واحده هوب تلاقيه النبات مات وحصل له اختناق في الجذور. لكن في العطش يدي مؤشر. في العطش يدي تقدر تلحقه. في العطش يدي ان هو عنده حاجه اسمها ذبول مؤقت. بيقول لك انا عطشان، زي جسم الانسان لما يسخن بيقول لك انا عندي حاجه. واخد بال حضرتك؟ فالمشكله في الاندور بلانت ان ناس كتيره جدا بتدي ميه كتير. من منطلق الكرم بتاعنا كمصريين. وكل واحد معدي يدي شويه ميه عشان النبته. كل ما قدر في البيوت يقول لك سقت النهارده ولا ما اتسقتش. عشان كده احنا بنتكلم بقى لست البيت او نتكلم لاهل البيت. ادي الوان الجميله. بصفه عامه ان يوحد ايد اللي بيروي. لما تكون في جنينه صغيره ولا في بلكونه عندنا لو زرع جوه البيت، لو زرع جوه البيت هيبقى حد بس اللي بيروي. هيبقى مع الفتره ومع الرويه هيبقى في تناغم ما بينه وما بين الزرعه. تقول له انا عطشانه، يحب قصه حب، لازم تنشأ قصه حب. بالظبط، تناغم، وهيحس ان هي بتقول له انا عطشانه وهو هيحس بيها. احنا هنا كلها صبارات. دي مش كلها صبارات، دي حاجات دي طريقه برضو من تطفير الصبارات نفسها. تطفير صباره. بالظبط. الحاجات دي في الشرق الاقصى حاجات ليها جميله، مردود جامد جدا. يعني عايز اقول لحضرتك في نبات هنا اسمه بشيره هنشوفه هناك كده لو نوصل ليه. النبات ده من النبات اللي بيعتبروه الحظوظ العاليه، اللي يجيب يعني حظوظ عاليه ده عايزين منه ده. لا يا فندم ده وفي نبات تاني اسمه البامبو. طبعا ده بامبو بيتزرع في البيت. هم عندهم اعتقاد انه بياخد الطاقه السلبيه. واخد بال حضرتك؟ فحتى لما يجي حد يقول لك ان البامبو اصفر عندي وباظ، انا اقول له يا بختك. يا سلام. طبعا، لان في الاعتقاد الصيني في الاعتقاد الصيني خد الطاقه السلبيه كلها. خد الطاقه السلبيه اللي في المكان وتفرغت له هو. ويا بختك بقى عشان تبيع اكتر. بالظبط، هو ده الاساس.